السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ رمضان مبارك سعيد. مرحبا بكم في القناه ديالي مطبخ بيتي حنان كوكس. اليوم نشارك معكم باذن الله السيجار معمر بحشوه رائعه ديال الحوت، كيجي مقرمش وغزال وبنين. كنتمنى تتبعوني وندوزو نشوفوا المقادير. بسم الله. عندي هنايا شعريه الصينيه مسلوقه، عندي الكالامار، عندي الفطر، هنايا الكروفيت، الزيتون، الحمض مسير، ورقه سيدنا موسى، وواحد معلقه كبيره ديال الكبار. هنا عندي كزبره ومعدنوس والثوم محبوب، الصلصه ديال الصوجا والهريسه على حسب القياس، الزيت البلديه وجوج بصلات. هنا البصلات غنحاول نقطعهم. بالنسبه للعطريه هنا عندي شويه الخرقوم والسكينجبير والقزبر حبوب والتحميره وشويه ديال الكمون. بالنسبه هنا غادي نقي الكروفيت، عندي نحاول نقيه ونحيد له هذيك العريق اللي تيكون في الظهر ديالو. هنا غادي ننزل واحد معلقه كبيره ديال الزبده والزيت البلديه بطبيعه الحال ديال الزيتون. غادي نقطع جوج بصلات في الهاشوه، راه نحاول يكونوا مقطعين مزيان ونخليهم هنا حتى تنزل عندي البصله. هنا غادي نحاول نقطع الكالامار بطريقه صغيورين، وغادي نقطع حتى الكروفيت حتى هو طريفات صغيورين من بعد ما نقيته مزيان. هنا البنات غادي نضيف الفطر. بالنسبه للبنات نتوما استعملوا اللي متوفر، سواء الفطر الابيض ولا الاسود. من بعد هنا خليت كتنزل على نار مهيله. هنا غادي نضيف البنات العطريه. بالنسبه للعطريه الملح على حسب الذوق. غادي نضيف شويه تحميره، واحد نص معلقه، والقزبر حبوب وشويه سكينجبير والخرقوم وشويه الكمون والعطريه ديال الحوت ضروري، شويه البزار. هنا عندي ثومه بودره البنات، ما كانش متوفره استعملوا الثومه طريه، والحامض ورقه سيدنا موسى والزيتون والكبار. هنا الكبار استعملت معلقه كبيره، كيتماشى بزاف مع الشرموله ديال الحوت، كيعطي واحد الحموضه، واحد اللذه غزاله. ومعلقه كبيره ديال صلصه ديال الصوجا والهريسه على حسب الاختيار ديالكم. هنا عندي القزبر ومعدنوس، يكون بزيت القزبر. هنا غادي نضيف الكروفيت والكالامار اللي قطعته طريفات صغيورين، ما غاديش يحتاج ليا بزاف ديال الوقت، واحد 10 دقائق. انا البنات سمحوا لي ما ذكرتش الحامض في الاول، ولكن ضروري عصرت نص حامضه. من بعد ما مرت 10 دقائق طاب الحوت، غادي نضيف هنا الشعريه الصينيه اللي ديجا سلقتها، وبطبيعه الحال كنقطعها واحد شويه باش كتجينا ساهله في الخدمه. نحركها مزيان باش تدخل الشرموله معاها كامله وتنسم بطبيعه الحال، كتاخذ كتشرب من الشرموله ديال الحوت كامله. من بعد ما بردات عندي الحشوه، هنا غادي نستعمل ورق الفيلو، هو اللي متوفر عندي. بالنسبه للناس في المغرب موجوده عندكم الورقه ما شاء الله. غادي نحاول هنا نقطعها على جوج، وغادي ندهنها بالخليط ديال الزبده والزيت، ودرت فيه واحد شويه تحميره اي باش تعطيني واحد اللون، واللي ما بغاش ماشي مشكل. هنا ضروري الورقه ما ندهنوها مزيان حيت غادي يطيبوا في الفران. والحشوه غادي ننزلها نفس العبار. انا الا شفتوا البنات استعملت هنا السيجار كبير، وانتم اللي يعجبكم، سواء سيجار اللي حب خاطركم، سواء صغير ولا كبير. هنا انا عجبني نديرو كبير، هذاك الشيء علاش قطعت الورق الفيلو على جوج، كيجي غزال تا الشكل ديالو، الحجم ديالو تيجي زوين. غادي نحاول نطويها وما نزيرش بزاف باش في الطياب ما تطرطقش عندي الورق. وغادي نستمر نقاد الجوانب. غادي نخدم بهذه الطريقه هذه
تنسالي الحشوه كامله اللي عندي. ضروري البنات الورقه خاصها تكون مدهونه، لان هنا ما غنقليهاش في الزيت وانما طيب في الفران. كتبغي ضروري الدهين، كتعطيها ديك القرمشه وكتجي غزاله، وواحد البنه حتى الزبده اللذه ديالها زوينه. غادي نطوي الجوانب وغادي نستمر البنات حتى نسالي كامل الحشوه اللي عندي كامله. غادي ننزلها في الطاوه. المهم هنا ملي ساليت غادي قبل ما ندخلها الفران كندهنها بداك الخليط اللي عندي ديال الزيت والزبده، وغادي نرشها بالزرع الخشخاش اولا سانوج اللي متوفر عندكم. هنا في هذا الوقت هذا انا شعلت على الفران 180 درجه. غادي ندخلها الفران شاعل من الفوق ومن التحت 5 دقائق الاولى مجهده على 180، من بعد غادي نقص البوطه. اختارت لي الوقت 25 دقيقه على نار مهيله. من بعد ال5 دقائق الاولى كتجي غزاله ورائعه ومقرمشه. هكذا البنات وصلنا للنهايه ديال الفيديو. كنتمنى تجربوه وتردوا عليا الخبار. كنشكركم بزاف على دعمكم ليا وتشجيعكم ليا والمشاركه ديالكم. كنشكركم وما تنساونيش بالبارطاج مع الاصدقاء ديالكم والاعجاب. كنتمنى نشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله، ومع السلامه.